في لحظة غضب وفي خلاف كان يمكن أن يحل بكلمة أو خطوة إلى الوراء. وقعت جريمة مؤلمة هزت بلدية تمرجت بولاية أبجاية وتركت وراءها صدمة وحزن وأسئلة موجعة. كيف يمكن لخلاف عائلي بسيط أن ينتهي بإزهاق روح؟ حسب ما تم تداوله فإن الحادثة تمثلت في إقدام امرأة على قتل زوجة أخي زوجها في واقعة مأساوية يقال إن سببها خلاف على سلالم المنزل. حادث بسيط في ظاهره، لكنه كشف خطورة تراكم الغضب وسوء التواصل داخل العائلة. حين يغيب العقل ويعلو الانفعال تكون النتيجة فاجعة لا يمكن تداركها. هذه الجريمة ليست مجرد خبر عابر، بل رسالة قوية تذكرنا بأن النزاعات العائلية إذا خرجت عن السيطرة قد تدمر بيوتا وتترك جراحا لا تلتئم. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله الضحية وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، ونسأل الله العفو والعافية، وأن يحفظ بيوتنا من الفتن ويمنحنا الحكمة قبل فوات الأوان. تذكروا، كلمة هادئة، صبر لحظة، أو تنازل بسيط قد ينقذ أرواحا كاملة.